الواد هشام كان معايا راجل وجدع وكده، كان محبوس. واخد بالك طبعا كان محبوس في ايه يا سيد؟ كان محبوس في مخدرات. كام سنة؟ مش عارف، تقريبا سنة ونص أو 3 سنين، الله أعلم. فكان الواد أحمد ده كان واخد أوضة عندهم هو ووالدته، واخد بالك. فطبعا بعد ما خدوا الأوضة وكده فسوء التعارف، اتعرفوا على بعضهم، أهله وأهله والجماعة دول اتعرفوا في نفس على البيت بعض. يعني؟ في نفس البيت، وفي بيت واحد، هو لهم أوضة عنده في الدور الأرضي. واخد بالك. طبعا لما جه أحمد فبيقول لك بعد ما هشام كان محبوس فسمع إن هشام أحمد ماشي مع مراته. فطبعا لما جه هشام خرج من السجن، الناس حكيت له وناس قالت له ان فلان ماشي مع مراته. فجه الواد طبعا لما جه بيتكلم معاه نكر، واخد لي بالك. فطبعا جت في ناس طبعا اتكلمت الواد، قالت له خلي بالك ده هشام هيموتك، ده هشام مش عارف ايه. وطبعا هشام ما كانش عامل كده. فكنا قاعدين معاه، ويوم يوم الجمعه بالليل. هو هشام خرج من السجن امتى؟ خرج بقاله شهر ونص او شهرين. ما شافش مراته فيهم يعني؟ لا، كان موجود معاه. وطبعا سبب الغضبان ان هو بايع شقته بتاعت المقطم. يعني مراته كانت غضبانه؟ سبب الغضبان ان هو باع شقته بتاعت المقطم ب 250. فهو كان خد منهم 150 ومراته خدتهم. فطبعا اختلفوا هو وعياله على ال 150. فجه مين اللي كان بيزامل صاحبنا ده؟ مرات هشام هي اللي كانت مزامله احمد العطار. فطبعا الواد لما حب ياخد الفلوس من مراته ما رضتش تديها له، ضربها. وطبعا بعد ما ضربها الواد نزل هنا بقى قاعد هنا ليه 15 يوم. فطبعا لما جه طبعا التاني اللي بيتكلم معاه وكده فقال له لا انا مش هروح، احنا هنخلص من بعضنا وكل واحد يروح لحاله. نخلص دي يعني نطلق كل واحد يروح لحاله. فطبعا الواد لما جه بيتكلم معاهم وكده فطبعا قالوا لهم ادوني الفلوس عشان خاطر اخويا احمد في المصحه، وانا بعالج احمد اخويا عشان وديته المصحه وكده، ورجع له عياله، كان مطلق وربط له عياله وكده. خد بالك. طبعا لما جه الواد احمد، احنا شفناه وهو جاي من المصحه، اللهم صل على النبي، يعني رد وجسمه رد. واخد بالك. احمد اخو هشام. اللي كان كل في دماغي هشام ان هو يلحق اخوه قبل ما يضيع، ياخد الفلوس عشان يلحق اخوه. واخد بالك عندها 5 سنين او 6 سنين. ورد مراته، وطبعا ظبط الدنيا مع اخواته. وعلى حس ان هو هياخد الفلوس هيروح يدفع لاخوه الايام اللي عليه في المصحه. فطبعا جيت تاني قالت له لا ده خلي بالك ده هشام يا احمد، هشام هيموتك. راح قال له لا يا بنتي هيموت مين ومش عارف ايه. المهم فضلت طبعا الناس هنا ان هشام فوق. طلع الساعه كام؟ قالوا له طلع حوالي الساعه 1 بالليل. طبعا لما طلع جاب 4 بيره، واخد بالك، وجابوا حته حشيش وعادي. احمد وهشام؟ لا ده هو واحد اسمه الفار، اللهم صل على النبي، واسلام مجدي صحابه، وهشام. الثلاثه قاعدين مع بعضهم فبيشربوا عادي ويحششوا لحد ما سكروا. مفيش اي حاجه من الكلام ده لغايه الساعه 2:30 بالليل. نزلوا من عنده الساعه 2:30 بالليل. واخد بالك. طبعا لما نزلوا من عنده جه الواد ده بعديها على اذان الفجر رجع تاني يعني. رجع، ما كانش قاعد معاهم، هو رجع على اذان الفجر. فمرات هشام اتصلت بمين؟ باحمد. قالت له احمد حضر نفسك عشان الفار. هو شهرة اسمه الفار؟ هو اللي ميت اسمه هشام. عشان احنا اتصلت بالفار والفار قال لي ده جوزك نايم في سيخه خالص. يعني شارب ومبرشم، واخد بالك. فهي قالت له طيب انا اطمنت على هشام من عند الفار، فانت انزل الحق نفسك دلوقتي قبل النهار ما يطلع، خش خلص عليه. فالواد تبعها بالتليفون وطلع البيت من فوق السطح وراح نازل، لقي هشام نايم بالمطوه اللي معاه وقعد ينكت فيه. مديله 2 في جنبه هنا، و2 هنا، وواحده في رقبته، وواحده في عينه، وواحده في دماغه، و2 في ظهره.